طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية والمستهل بهم وأبرز العناوين. نقل رفات الشهداء إلى مقبرة جديدة. القضاء على مرض الملاريا في إقليم عسبة. دعم أسر الشهداء ماديا في الإقليم الجنوبي. اشتعل الوضع مجددا على حدود غزة مع تبادل القصف. أوروبا ترد على ترامب بفرض رسوم جمركية مماثلة. والبحث عن عشرات الإندونيسيين كانوا على متن عبارة قاهرة. مرحبا بكم. في إطار إحياء مناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء، تم نقل أكثر من 500 من رفات الشهداء من المقبرة المؤقتة بالقرب من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بمدينة دكم الدغيح إلى مقبرة جديدة تليق بمكانتهم في منطقة تخندع بالتنسيق بين قوات الدفاع والسكان. وقد صاحبت عملية نقل رفات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن قبل وبعد الاستقلال، صاحبتهم مسيرة شعبية شاركت فيها جموع المواطنين وقوات الدفاع. وتضم المقبرة الجديدة التي أنشئت في مساحة 17 كيلومترا وبنيت بالحجارة ساحة لتجمع الشعب، إضافة إلى نصب تذكاري بطول 5 أمتار. وأوضح مراسل إيرنا بأن المراسم التي شارك فيها مسؤولي الحكومة وعدد غفير من الجماهير شهدت برامج ثقافية عكست قيمة الشهداء ومعنى الاستشهاد من أجل الوطن والشعب. وعبر المشاركون الذين غرسوا الشتول في ساحة المقبرة عن جاهزيتهم للعمل على تنفيذ أمانة الشهداء وفاء لهم وللمبادئ التي سقطوا من أجلها. أعلن بأن مرض الملاريا بلغ في المرحلة الآنية مرحلة الانقراض في إقليم عنسبة، وذلك بفضل زيادة وعي المواطنين في الوقاية والتعرف على أسباب الإصابة بالمرض وأضراره واكتمال متطلبات الأدوية وأدوات الفحص الطبي، بالإضافة إلى توزيع الناموسات بشكل واسع. ونظم في 18 من يونيو الجاري في مدينة كرن حاضرة الإقليم لقاء بالتنسيق بين مختلف الجهات لتقييم المهمات المنتظمة ووضع خطة عمل مستقبلية، فيما ذكر مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الدكتور كستي برهان سلمون بأن مشاركة وإسهام الشركاء والمجتمع لعب دورا كبيرا لتحقيق إنجازات كبيرة، موضحا الدفع بقوة للعمل التعاوني المنسق من أجل القضاء على مرض الملاريا. وقدم مسؤول مراقبة المرض في الإقليم السيد كيروس سرق تقريرا أوضح فيه بأن مرض الملاريا وصل في مديريات قلب وحلحل وعلى برعد وعتكليزان إلى مرحلة السيطرة التامة، فيما يوجد في باقي مديريات الإقليم في مرحلة ما قبل السيطرة النهائية. ووفق التقرير المقدم توفى في العام 1998 63 شخصا من أصل 97,000 أصيبوا بالمرض، فيما انخفض عدد المصابين في العام 2017 إلى 1600 وبمستوى وفيات تحت الصفر. كما وضح في المناسبة المشاكل التي تواجه عملية السيطرة على المرض، من ضمنها التأخير في تناول العلاج الطبي وعدم الاستخدام الجيد للناموسية وعدم متابعة أماكن تواجد البعوض ونظافتها، إضافة إلى عدم مكافأة وكلاء الصحة الأهلية بما يتماشى مع جهودهم وغيرها من الآراء والمقترحات. وفي الختام ناشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تصفاتين قرماي ناشد لتعزيز دور وإسهامات الشركاء للحفاظ على المكتسبات والقضاء على الملاريا بشكل كامل. صرح فرع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي بأن الفرع قدم دعما ماليا لأسر الشهداء بقيمة 48.6 مليون نقفة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضح مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في الفرع السيد فراي محاري لوكالة الأنباء إيرنا بأن الدعم يقدم في النقاط الدائمة في مدن مندفرة ودكمحاري ودباروة وعد غيح، بينما يتم تقديمه في المناطق النائية عبر النقاط المتحركة. وأشار السيد فراي إلى أن الأريتريين في الداخل والخارج يقومون بتقديم المساعدات المالية والعينية حسب قدراتهم، إضافة إلى الدعم الحكومي، موضحا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 642,000 نقفة ل 139 أسر الشهيد خلال الأشهر الماضية.
كما أوضح بأنه يقدم الدعم الأهلي في الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى بناء وصيانة المساكن لأسر الشهداء. أحيا الإرثيين المقيمون في ألمانيا وبريطانيا والسويد وهولندا وكينيا وقطر بالإضافة إلى العاصمة السعودية الرياض أحيوا 20 من يونيو ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أحيا الإرثيون المقيمون في مدن مونشنغلادباخ وميونخ وفرايبورغ الألمانية ذكرى الشهداء بتنظيم برامج تخللت إضاءة الشموع وتقديم كلمات وأنشطة فنية عكست معنى الاستشهاد والشهداء شارك فيها الأطفال والشباب بكثرة. وأفادت المعلومات الواردة بأن لجنة الأعياد نظمت في مدينة ميونخ برامج إحياء لذكرى الشهداء تمثلت في اتخاذ مبادرات لمساعدة أسر الشهداء. في غضون ذلك أحيا الإرثيون المقيمون في مدن ليدز وبرمنغهام ومانشستر ونوتنغهام ولندن البريطانية إضافة إلى دبلن الأيرلندية 20 من يونيو ذكرى الشهداء منظمين برامج توضح إجلالهم وتمجيدهم لشهدائهم وصمود الشعب الإرثري. وفي برامج الذكرى الذي نظم في لندن البريطانية شارك فيه 4000 مواطن ألقى سفير إريتريا في بريطانيا وشمال أيرلندا السيد ستيفانوس هابتماريام كلمة أوضح فيها أن تعويض الشهداء الذين سقطوا في نيل الحرية والحماية عن السيادة بالتنمية واجب وطني. كما أحيا الإرثيون المقيمون في أوبسالا السويدية ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع وتجديد عهدهم لتنفيذ أمانة الشهداء إكراما وتثمينا لهم. وقال الإرثيون المقيمون في روتردام الهولندية أن شهداءنا ضحوا من أجل وجودنا، مؤكدين العمل المضاعف لتقوية وحدة ووئام المواطنين ومضاعفة برامج التنمية لأنها تطمئن الشهداء. وقد جمع في المناسبة 7000 يورو لصالح صندوق أمانة الشهداء واتخذت مبادرة لرعاية 3 أسر الشهداء. في غضون ذلك أحيا الإرثيون المقيمون في نيروبي الكينية ذكرى الشهداء بصورة جماعية وحب وطني وجددوا عهدهم لتنفيذ أمانة الشهداء الأماجد. ونظمت أنشطة متنوعة في مراسم الإحياء التي أقامها المواطنون في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وضواحيها، وجمعوا مبلغ مالي قدره 24400 ريال لصالح صندوق أمانة الشهداء، فيما تبرعت الطفلة حبن هبتي 826 ريال لنفس الغرض. وقالت قنصل إريتريا في الرياض السيدة وين جرزغهير إن إعطاء الإجلال والتمجيد لشهدائنا من قيم مجتمعنا النبيلة، وأضافت أن توريث هذه القيم المتميزة إلى أبنائنا تزرع الفخر والاعتزاز. بدورهم أحيا الإرثيون المقيمون في العاصمة القطرية الدوحة 20 من يونيو ذكرى الشهداء باعتزاز، وألقى سفير إريتريا السيد علي إبراهيم كلمة بالمناسبة قال فيها أن إريتريا الحرة هي هبة لنا من شهدائنا الأبطال، وأن بناء إريتريا المزدهرة والمتحدة هدية منا إلى شهدائنا، مذكرا المواطنين للعمل المتفاني من أجل إنجاح البرامج الوطنية. وأوضحت المعلومات الواردة بأن المشاركين تبرعوا في المناسبة 2650 ريال قطري واتخذوا مسؤولية رعاية 24 أسرة شهيد. نظمت الدورة الصحية في مدينتي كرن وحقات بإقليم عنسبة استغرقت أسبوعا، وذلك من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المهنيين الصحيين وضمان صحة المواطنين. وبحثت الدورة التي شارك فيها 78 من المهنيين الصحيين بحثت التحديات والتعرف على الإيجابيات والسلبيات والأهداف المنشودة التي ينبغي بلوغها. كما أشير إلى أن أنشطة مكافحة الأمراض المعدية أحدثت تغييرا مشهودا مقارنة بالأعوام الماضية. وقال مسؤول متابعة الأمراض الوبائية في مكتب الصحة بالإقليم السيد صقاي تخسي إن التطور المحقق في ضمان صحة المواطنين هو نتاج الاستثمار الجاري عبر مراحل لتعزيز قدرات المهنيين الصحيين، موضحا بأنه سيجري العمل لإعداد نظام معلوماتي مرفق بدراسات دقيقة وشفافة للحصول على المزيد من الإنجازات الفعالة وتنفيذ البرامج. وبعد أن أشار إلى القضاء على الأمراض التي تصيب الأطفال كالشلل والتيتانوس بفضل جهود المهنيين الصحيين ووعي المجتمع والاقتراب من استئصال مرض
حصبة ناشد السيد صقاي تخصي كافة أفراد المجتمع للمساهمة الواعية ومنح الاهتمام الأكبر لتطعيم أطفالهم. وفي الختام تم وضع خطة عمل لبرامج متابعة الأمراض الوبائية خلال العام 2018. من جهتهم ناشد المشاركون بضرورة إيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن تناثر القرى وعدم تجمعها وولادة بعض الحوامل في المنازل وغيرها من المشاكل، مؤكدين العمل بتفاني لضمان صحة المواطنين. استشهد عضو المركز الفني للخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة المناضل الرائد تخلة في السهية عن 64 عاما في 21 من يونيو الجاري. التحق المناضل تخلة في العام 1974 بصفوف قوات جبهة التحرير الإريترية، فيما التحق في العام 1983 مع القيادة المركزية لجبهة التحرير ساقم إلى قوات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وخدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص في الجبهات القتالية الأمامية وغيرها من الوحدات التنظيمية. والشهيد تخل هو رب أسرة وأب لمولود واحد. وقد ورى جسمانه سرى ظهر اليوم 22 من يونيو الجاري في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وعبر المركز الفني للخدمات الشعبية عن بالغ حزنه باستشهاد الرائد تخل في السهية، وقدم حر تعزيه لأسرته ورفاقه. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار على الصعيد العالمي. اشتعل الوضع مجددا على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون في غزة عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل التي نفذت ضربات جوية على القطاع. ورغم أن ذلك أكبر تجدد للعنف منذ أسابيع في المنطقة، لم ترد تقارير عن سقوط أي قتيل، إلا أن إصرار إسرائيل والناشطين الفلسطينيين على الرد على الهجمات ينذر باحتمال اتساع الصراع. وقال الجيش الإسرائيلي أن حماس أطلقت حوالي 45 صاروخا وقذيفة مورتار على جنوب إسرائيل خلال الليل، وإن طائراته استهدفت 25 موقعا تابعا لحماس ردا على ذلك. كما قال الجيش إنه اعترض 7 مقذوفات وإن 3 على الأقل سقطت داخل غزة، مضيفا أنه لا يستطيع حاليا ذكر تفاصيل باقي المقذوفات. وقال متحدث باسم حماس إنه في إطار سياسة الرد بالمثل جاء رد الحركة على ضربة جوية سابقة لإسرائيل. أعلن الاتحاد الأوروبي البدء بفرض رسوم استيراد على المنتجات الأمريكية ردا على الضرائب التي فرضتها الإدارة الأمريكية على دول الاتحاد. وقالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بفرض رسوم استيراد قدرها 25% على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على التعرفة الجمركية المفروضة على الاتحاد بداية من يونيو الجاري. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الخطوة متناسبة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفة أن تلك الخطوة من الممكن أن تزال إذا تراجعت واشنطن عن قرارها المتعلق بفرض الرسوم على المنتجات الأوروبية. وينص القانون الأوروبي الجديد بفرض رسوم بقيمة 2.8 مليار يورو على البضائع الأمريكية، ويشمل منتجات الصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية بحسب رويترز. انضم غواصون وغواصة يتم التحكم بها عن بعد إلى أسطول من سفن الإنقاذ في إندونيسيا بحثا عن 192 مفقودا على الأقل كانوا على متن عبارة غرقت قبل يومين في بحيرة توبا في جزيرة سومطرة. ولا تستطيع السلطات حتى الآن تأكيد عدد من كانوا على متن العبارة التي غرقت وسط أجواء طقس سيء. وتأكد مقتل 4 أشخاص وجرى انتشال 18 ناجيا، إلا أن المسؤولين يخشون أن يكون عدد الغرقى أكبر بكثير. وتتوقع فرق الإنقاذ العثور على عدد كبير من الضحايا محاصرين داخل العبارة بمجرد الوصول إلى المكان الذي استقرت فيه داخل البحيرة التي يبلغ عمقها 450 مترا. وقال وزير النقل بودي كاريا أن العبارة مخصصة لركوب 43 شخصا، كما يشير العدد الكبير للمفقودين إلى أن العبارة كانت تحمل ما يقرب من 5 أمثال سعتها.
أصبح رسم اللوحات الضخمة ثلاثية الأبعاد في حقول الأرز تقليدا سنويا في مدينة شينيانغ بمقاطعة ليا نينغ شمال شرقي الصين، مستقطبا العديد من الزوار خلال مهرجان قوارب التنين. وأبدع مزارعون الصينيون مجموعة من لوحات الأرز المذهلة التي عرضت أشكالا وفنونا ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة، وتتميز هذه الحقول بأنماط وألوان وأشكال مختلفة لتكون لوحة فنية ضخمة يتم مشاهدتها من أعلى بوضوح أكبر. لوحات الأرز البديعة هي عامل الجذب الرئيسي في شينيانغ، وهي واحدة من أكبر الأماكن التي تحتوي على لوحات فنية مكونة من نباتات الأرز في العالم. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.